أنا اسمي سامح ولسه متخرج جديد من كلية الطب. اتعينت في مستشفى حكومي في منطقة بعيدة شوية عن المدينة اللي أنا ساكن فيها. المستشفى دي كانت قديمة أوي، محدش بيتكلم عنها كتير. في يوم من الأيام كنت مخلص شغلي وقررت أتمشى في المستشفى عشان أتعرف على المكان أكتر. وأنا ماشي في الممرات لاحظت باب قديم مقفول في آخر ممر طويل، والممر كان شبه فاضي وضلمة. سألت واحد من زمايلي عن الباب ده، قال لي دي المشرحة القديمة، محدش بيستخدمها دلوقتي، فيها مشاكل كتير. فضولي زاد وكنت عايز أعرف إيه اللي جواها، بس كنت عارف إن مش ده الوقت المناسب. قررت إن في يوم من الأيام لما يبقى عندي وقت فراغ هروح استكشف المكان بنفسي. فكرة إن في مشرحة مهجورة جوه المستشفى كانت غريبة ومثيرة بالنسبة لي. فضلت أفكر في الموضوع ده لحد ما جه الوقت المناسب إني أروح وأشوف بعيني. في يوم كانت النوبة بتاعتي خلصت بدري، وقررت إن ده الوقت المناسب أروح أستكشف المشرحة القديمة. المستشفى كانت هادية والناس القليلين اللي كانوا موجودين كانوا مشغولين في شغلهم. أخدت كشاف صغير معايا عشان النور في الممرات القديمة كان ضعيف جدا. وصلت للممر الطويل اللي في آخره الباب المقفول. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بحاول أفتح الباب. لما فتحت الباب في ريحة عتيقة وغريبة طلعت. كانت المشرحة مليانة تراب وحاجات قديمة متكومة في كل حتة. وأنا ماشي جوه المشرحة حسيت بشعور غريب، زي ما يكون في حد بيراقبني. فجأة سمعت صوت خطوات خفيفة، بصيت حواليا بس ما شفتش حد. قلت لنفسي ممكن يكون صوت الرياح أو الفيران أو أنا بيتهيألي، وحاولت مركزش في الموضوع. وأنا بفتح الأدراج القديمة لقيت ملفات قديمة ومعدات طبية ما بقتش تستخدم دلوقتي. كل حاجة كانت عادية لحد ما لقيت درج معين كان مقفول بإحكام. حاولت أفتحه وبعد شوية جهد قدرت أفتحه. لما فتحته لقيت دفتر قديم مليان أوراق وصور غريبة. بدأت أقلب في الدفتر، كل ما أقرأ أكتر كل ما الموضوع كان بيزيد غرابة. كان فيه قصص مكتوبة عن أحداث غريبة حصلت في المشرحة، وعن أصوات غريبة وضلال بتظهر وتختفي. حسيت ببرودة في المكان وصوت خطوات تاني. المرة دي كان الصوت أقرب. رفعت راسي وبصيت حواليا ولقيت ظل بيتحرك. مشيت ورا الظل مش عارف ليه، ولقيت نفسي قدام باب صغير في آخر المشرحة. الباب كان مقفول بس من وراه كان فيه صوت همسات وأصوات غريبة. حسيت بالرعب. قررت أخرج من المشرحة بسرعة وأقفل الباب ورايا. رجعت أوضتي في المستشفى وقلبي بيدق بسرعة من اللي شفته وسمعته في المشرحة. حاولت أهدي نفسي وأقنعها إن كل ده ممكن يكون مجرد أوهام بسبب التعب، لكن كل ما أفتكر الصوت اللي سمعته والظل اللي شفته الرعب كان بيرجع ليا تاني. بعدها بأسبوع كنت شغال في نوبتي الليلية كالمعتاد، وأنا ماشي في الممرات شفت نور خفيف طالع من المشرحة القديمة. النور كان غريب لأن المكان ده مفيهوش كهرباء أساسا. قررت أروح أستكشف تاني رغم أن قلبي كان بيقولي أسيب الموضوع وأبعد. وصلت للممر الطويل. المرة دي سمعت أصوات واضحة أكتر، همسات وكأن في ناس بتتكلم. قربت من الباب كنت حاسس إن حد بيراقبني. مسكت الكشاف وفتحت الباب بحذر. لما دخلت لقيت المشرحة كلها مضوية بنور غريب مش عارف مصدره. وأنا ماشي جوه الأصوات بقت أعلى. شفت ظلال بتتحرك حواليا وكأنها أرواح أو كيانات مش مرئية. الصوت بقى أقرب وأقرب لحد ما حسيت بحاجة بتلمس كتفي. لفيت بسرعة لكن ما كانش فيه حد. النور فجأة اختفى والمكان بقى ضلمة تماما. حسيت ببرودة شديدة وكأن في حاجة تانية بتمسك رجلي ومش عايزة تسيبني. حاولت أتحرك بس كنت حاسس إن الأرض مسكتني. سمعت صوت غريب زي ما يكون حد بيهمس باسم سامح، يا سامح، سامح، يا سامح. اتشجعت وقررت إني لازم أواجه اللي بيحصل ده. عليت صوتي وقلت مين هنا؟ انتوا عايزين ايه؟ فجأة النور رجع تاني، بس المرة دي شفت كيان مظلم قدامي. الكيان ده كان واقف بس ما كانش له ملامح واضحة، كأنه ظل. بدأ الكيان يتكلم، قال بصوت غريب ومش مفهوم
المكان ده ملكنا وانت دخيل. سيب المشرحة دي في حالها، ولازم تحترم وجودنا هنا. حسيت بالرعب الشديد، لكن جمعت شجاعتي وسألته: انتوا مين؟ وعايزين ايه مني؟ الكيان مردش، لكن الأصوات بقت أعلى وأعلى وكانت بتدور حواليا. في اللحظة دي قررت أخرج بسرعة من المشرحة. جريت من وسطيهم. لما طلعت بره كنت بتنفس بصعوبة. قفلت الباب ورايا بقوة وقررت إني مش هقرب من المكان ده تاني مهما حصل. كنت عايز أركز في شغلي وأبعد عن أي حاجة ليها علاقة بالرعب والجن. الأيام عدت بس ما كنتش بقدر أنسى اللي شفته وسمعته هناك. كل ما أفتكر كنت بحس بالرعب والبرودة اللي حسيت بيها في المشرحة. في يوم من الأيام قابلت دكتور كبير في المستشفى، كان بقاله سنين بيشتغل هنا. قررت أحكي له عن اللي حصل معايا في المشرحة. الدكتور بصلي بجدية وقال لي: انت مش أول واحد يشوف ويسمع الحاجات دي في المشرحة القديمة. المكان ده معروف إنه مسكون. كتير من الأطباء والموظفين هنا بيقولوا نفس الكلام. اتصدمت من كلامه وسألته: طيب ليه محدش بيعمل حاجة؟ ليه المشرحة دي لسه موجودة؟ رد عليا وقال: في ناس كتير حاولت، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. المكان ده ليه تاريخ مظلم، وبيقال إن الجن مسيطر عليه من زمان. الحل الوحيد إنك تبعد عنه وتنسى اللي شفته. حاولت أعيش حياتي بشكل طبيعي وأركز في شغلي، بس كان دايما في جزء من عقلي مش قادر ينسى اللي حصل. قررت أقرأ أكتر عن العالم الخفي والجن عشان أفهم اللي حصل معايا. كل ما أقرأ أكتر كنت بكتشف إن الجن ممكن يسكنوا أماكن معينة بسبب أحداث مؤلمة أو طقوس قديمة. مرت شهور وأنا في يوم وأنا راجع من نوبتي الليلية سمعت صوت بيهمس باسمي تاني. الصوت جاي من الممر اللي بيوصل للمشرحة القديمة. قلبي دق بسرعة، بس قررت أواجه خوفي. مشيت ناحية الصوت، ولما وصلت للممر لقيت الكيان المظلم واقف قدامي تاني. الكيان قال لي بنفس الصوت الغريب: حذرناك قبل كده، المكان ده مش ليك، ابعد وخلينا في حالنا. جمعت شجاعتي وسألته: ليه بتعملوا كده؟ ايه اللي حصل هنا؟ الكيان ما ردش، لكنه اختفى ببطء، وسمعت الصوت بيقول: الماضي مليان أسرار، ابعد عشان ما تتحملش نتيجته. فهمت إن المكان ده محمل بطاقة سلبية وأرواح مش مرتاحة. قررت إني أسيب المستشفى دي وأدور على شغل في مكان تاني. قدمت استقالتي وبدأت أدور على فرصة جديدة. الحمد لله لقيت شغل في مستشفى تانية بعيدة عن كل اللي حصل. من وقتها حياتي رجعت طبيعية، بس دايما في جزء مني مش قادر ينسى اللي حصل في المشرحة القديمة. فهمت إن في حاجات في الحياة مش لازم نفهمها بالكامل، وإننا لازم نحترم العالم الخفي وما نحاولش نتدخل فيه. كنت محظوظ إني خرجت من التجربة دي سليم، وتعلمت إني لازم أحترم كل حاجة حتى لو مش شايفها بعيني.